بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليوم عندنا واحد اللقاء هام جدا لانه غادي يتناول هذا المنظومه الصحيه بالجهه ديالنا، وهذا كل في اطار بطبيعه الحال ما وقع في زلزال الحاج بوتارودان اللي كنقدموا تعازينا الحاره لضحايا هذه الكارثه هذه. وبطبيعه الحال المنظومه الصحيه كتلعب واحد الدور مهم في هذه الظروف هذه، وحنا غادي نناقشوا بطبيعه الحال كل الوسائل اللي هي مهمه في اطار الورش الجديد للمنظومه الصحيه، وكذلك الورش اللي علن عليه صاحب الجلاله نصره الله في التغطيه الشامله للمجتمع ديالنا حنايا. وهذا اللقاء هذا بطبيعه الحال ضمن طرف المنظمه الجهويه الاطر الصحه بالجهه تحت اشراف المنظمه الوطنيه لاطر الصحه بطبيعه الحال التجمعيين. وهذا اللقاء هذا بطبيعه الحال عنده الخصوصيه هامه انه سيتناول كل ما يتعلق بتنزيل هذه الاوراش ديال الصحه بالجهه ديالنا، ومن خلال هذا الطاوله المستديره اللي غادي يكونوا فيها النواب البرلمانيين بطبيعه الحال اللي غيساهموا حتى هما بكيفيه والدور ديال البرلماني في تنزيل هذا الورش هذا. ثم كذلك هناك المديره الجهويه اللي غادي تهضر على المنظومه الصحيه الجهويه بطبيعه الحال، ورئيس الجهه اللي غيهضر لنا على البرنامج الجهوي والجانب الصحي. ومن خلال هذا الطاوله المستديره غادي يكون بطبيعه الحال واحد ثلاثه ديال التجربات اللي هي على الارض الواقع، وهي تجربه بتيزنيت اللي كيشرف عليها المجلس الاقليمي ديال تيزنيت فيما يتعلق بتحفيز اطر الصحه وناجحه. ثم ايضا في بتارودان هناك يعني مبادره بين المجتمع المدني والمنتخبون باش لتغطيه مصاريف الاطر الصحه بغرم والمستشفيات اللي هي في هذا الاقليم هذا بطبيعه الحال. طبعا ما غاديش نبدا انا كذلك على ان البرنامج ديال التنميه ديال الاقليم البي دي بي ديال المجلس الاقليمي حتى هو كيأكد وكيواصل هذه الآلية هذه كوحدة من الآليات اللي كتساهم في الرقي للمنظومه ديالنا الصحيه على مستوى الاقليم باش تعطينا جوج ديال الشراكات. الشراكه الاولى كتعلق مع المندوبيه ديال وزاره الصحه ومع مؤسسه جود منذ سنه 2018 ولا زالت مستمره الى اليوم. اتفاقيه شراكه اخرى بين المجلس الاقليمي وجمعيه الاصدقاء المستشفى حول نفس الموضوع ديال من اجل تنزيل ديال المقتضيات ديال الاتفاقيه ديال تنفيذ امور التربيه. ثم التجربه الثانيه اللي هي واحد التجربه فريده من نوعها في الجهه ديالنا كتعلق بما يتعلق بالعلاجات القرب لي سوان دو غولي اللي كتشرف عليها مؤسسه الجنوب.
وعطات الثمار ديالها وساهمت حتى في هذا ديال الزلزال بطبيعه الحال اللي كان، وغادي نحاولوا نعمموها على كل الجهه ديالنا. هاد 3 تجارب بطبيعه الحال مع المنظومه الصحيه الجديده غادي نخرجوا بالتوصيات كيفيه بطبيعه الحال تنزيل هاد الاوراش بطبيعه الحال في الجهه ديالنا، وبالخصوص فيما يتعلق بالمناطق القرويه والجبال، يعني المناطق الجبليه منها. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كنتشرفوا بالدعوه الكريمه من طرف المنظمه الجهويه لمهني الصحه التابعه لحزب التجمع الوطني الاحرار بجهه سوس ماسه. اليوم فرصه لمناقشه موضوع مهم، هو الدور اللي كيقوم به النائب البرلماني على مستوى قبه البرلمان، وذلك في اطار اصلاح المنظومه الصحيه الوطنيه، وكذلك اخراج القوانين المتعلقه بالدوله الاجتماعيه. وحنا هنا اليوم باش نشرحوا الخطوط العريضه اللي كيقوموا بها النواب البرلمانيين في اصدار هذه القوانين. وان شاء الله هذه القوانين كلشي اللي عرفت واحد يعني وصلت واحد المستوى اللي مهم جدا، اللي غتلعب دور ان شاء الله في اصلاح وتطوير المنظومه الصحيه الوطنيه، وكذلك على المستوى الجهوي اللي كيهمنا هنا. اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم واعف عنهم وعافهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم ان كانوا مسيئين في احسانهم وان كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم واغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين ببركه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون